زي النهاردة يوم 18 يناير سنة 1955 وفاة الإنسان الجميل والفنان الأجمل. زي النهاردة وفاة فنان كلنا بنحبه وبنحب أفلامه، الفنان الكبير القدير سليمان نجيب. يعتبر من أجمل الفنانين للزمن الجميل، وعالم وثقافة وأصول وأخلاق وخفة دم. ولد سليمان نجيب في يوم 21 يونيو سنة 1892 لأسرة أنجبت العديد من الشخصيات المرموقة، فهو ابن للأديب مصطفى نجيب الذي اهتم بتربيته وتثقيفه فنشأ، فكان عنده روح الفنون والثقافة والتمثيل وخفة الظل. وخاله هو السيد الأستاذ الدكتور أحمد زورو باشا الذي تولى رئاسة وزراء مصر مرتين في عهد الأدبية تحت عنوان مذكرات عربجي. تخرج من كلية الحقوق وعمل موظف في سكرتارية وزارة الأوقاف، ثم انتقل إلى السلك الدبلوماسي وعمل قنصل لمصر في سفارة مصر باسطنبول. وإنه عاد إلى مصر والتحق بوزارة العدل وعين سكرتيرا فيها. شغل أيضا منصب رئيس دار الأوبرا المصرية الملكية في سنة 1938، وكان أول مصري يتولى هذا المنصب، وحصل على لقب بك من الملك فاروق. كما عمل في المسرح والسينما وتألق نجوماته وكان بطل في كل الأدوار التي مثلها، رغم أنه مرتبه كان كبير وأرباحه كثيرة، فلم يدخر شيئا، كما كان لم يفكر في الزواج مطلقا، وقد كان فضل أن يعيش برفهته بلحده وأن يفعل ما يريد دون أن يسبب لشريك حياته أي نكد. كما أنه كان فقيرا ماديا في بداية حياته. كان طبعا بيخاف ان هو يتجوز، ومن عوامل اللي ما خلتهوش يتجوز او اللي خلت يعني مخلاه يتأخر او الفكرة مش في دماغه موضوع الزواج، ان هو بيتكلم انا خايف اجيب عيال وينجب عيال يعانوا من فقر الزمن. طبعا لعب ادوار عديدة في افلام كلنا بنحبها زي فيلم غزل البنات سنة 1949 اشهر ادواره. لم يتزوج ولكن كان لديه عدد من الخدامين، وكان لدي الخدامين دول 3 أولاد. تكلف سليمان نجيب بحياتهم وتعليمهم، وبياخدهم للمستشفيات، ولو تعب أي حد أو اشتري ليهم الدواء بنفسه وبعض الهدايا. كان الخدام الخاص تقريبا يعني هم أصحاب البيت، وهو اللي كان ساكن، وكان كده عايشين كأنهم ملاك وبيحبوا بيحبوا منهم ويعشموا فيه، ياكلوا من أكله، ويعني معاهم من نفس المفاتيح بتاعة البيت كل حاجة. ودي كانت حياته اللي هو بيحبها. وكان تقريبا الخدم دول هما أصحاب البيت وعايشين كأنهم فعلا أصحاب البيت. لما كان الفنان نجيب سليمان بيزعل منهم يسيب البيت ليهم ويخرج ويقول لهم أنا خارج وسايب لكم البيت، ولما يرجع أنا جيت أرجع ولا أدخل ولا لأ. عرفة من الطباخ إنه بنوا جامع في بلدهم، والموضوع وقف بسبب فلوس. طبعا موضوع زي موضوع الجامع ده، طبعا عمل ايه الفنان سليمان نجيب؟ دفع مبلغ من جيبه وراح وتوسط وجاب اعانه حوالي 386 جنيه من الاوقاف للمسجد. الداده بتاعته كانت زي والدته، ولما ماتت رفضوا اهلها انه تدفن مع والدها، انهم شايفين دي خدامه حتى لو كانت هي اللي ربته. وكان هو مسافر، اتصل عليه هو لما عرف، قال لهم احنا دفناها مع كذا وكذا، والموضوع كده. فقال كلمة واحدة: عجب عليكم يا ناس عجب. وعندما توفى أوصى، قال كلمة، قال لهم عجب عليكم يا ناس عجب.
وتوفى الفنان سليمان نجيب طبعا. زي ما احنا عارفين ان هو توفى زي امتى ولا مش عارفين؟ زي النهارده 18 يناير سنة 1955. رحم الله الفنان الإنسان الجميل سليمان نجيب في يوم ذكرى وفاته.